من العلامة المرحوم سيدي محمد مطيبة. أين ذهب إرث محمد مطيبة؟ سيدي محمد مطيبة أين هي تواليفه؟ أين هي خزانته؟ هذا سؤال يبقى معلقا. نمشي ونموذج آخر هو أنه يعني في إطار هذا المبحث، وهو أن وجدة كانت حاملة لثقافة الصحراء. نعطيكم يعني من مفاخرنا الفقيه العلامة سيدي عبد الرحمن بن محمد بن الهاشمي الميري الحسني الذي توفي سنة 1932. هو من عائلة السيد صالح بن الهاشمي. هذا مشهد تخيلوا اتخذ سبيله من وجدة إلى السمارة وتخرج بالشيخ مع العينين. في المعرض اللي راه عندي في البلدية عرضت وثيقة ما تبعتش مرة أخرى وتعود إلى فبراير 1804. فبراير واش نلقاو في هذه الوثيقة في المعروضة؟ أن الشيخ الماء العيني كان من عادته أنه يرسل قوافل تحمل كتبه ويحبسها على خزانة الجامع الكبير. طبعا هذا دليل أن هؤلاء لا يحتاج إلى دليل، هذا دليل على مغربية الصحراء. هذه الحاجة الأولى. ثانيا العلاقة الثقافية والروحية بين شرق المغرب وبين جنوب المغرب. ومسألة واحدة أخرى، من هذا على سيدي عبد الرحمن بن محمد بن الهاشمي الميري تكفينا شهادة محمد بن الحسن الحجوي. فين؟ في معجم شيوخي أنصتوا بأذان فائدتكم سيداتي السادة ماذا يكون يقول أبو زيد عبد الرحمن الميري الخير الناسك خطيب وجدة وجنيدها، كان ملازما لدروسه لا يفارقها مع فضله وسنه العالية وعلمه، وله أنزه وأفضل من سكان وجدة. نمشيو لقضية أخرى. هناك تقييد لشيخ الجامع بوجدة والحاج عربي بن الحبيب سيناصر. الحاج عربي بن الحبيب سيناصر بتشوفوا يعني من الطبقة الأولى العلماء الحاجة الأولى، وبعد سأدلكم على يعني جديد أهديكم إياه، وهو أن الرجل كان يستفتى في المغرب الكبير، كان يستفتى. وقفت على فتوى له سؤال موضع أرسل إليه من تونس سنة 1924. يعني كانت عنده النزيلة تاع السامية. هذا التقييد تاع الحاج عربي بن الحبيب سيناصر توفى في 1932، هو اللي دار في درب السامية، بناها سنة 1903. تشوفوا الله يخليكم هو أن هذا الحاج عربي بن الحبيب سيناصر له كتاب سميتو التوصل بالصاد إلى حكم التوسل، وهو أن الحاج عربي استفتي في قضية أيجوز أم لا يجوز التوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعرف فيما كتبه مناظرة مع الإمام محمد. الحاج عربي يناظر الإمام محمد، لأن الإمام محمد عبدو نشر سنة 1904 وهو توفي في 1905. محمد عبدو في 1904 نشر في المنار أنه لا يجوز البتة، واعتبر ذلك من تمام الابتداع أنك تقول وتدعو اللهم إني أسألك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيما يتعلق بالحاجة القضية. هناك نموذج من التعديل، تغلبش الجرح والتعديل، وأتجرأ على السادة العلماء. مثلا نشوفوا محمد بن عبد الباري التونسي سنة 1925 كتب ما يأتي. شوفوا المسألة ولنوفي كل حرف حقها. يقول هذا العالم التونسي: قد كنت سألت عن فضلاء مدينة وجدة وعلمائها فأخبرت بجماعة من الطبقة العليا، وكان فضيلة الشريف القاضي المحترم الشيخ الحاج عربي بن الحبيب من جملتهم، وإنه من ذوي المكانة بتلك الديار علما ومجدا، وقد كان فضيلته تقلد القضاء زمانا فيما سلف، وبعد تقاعده كان يشتغل بالتدريس وبث العلم بتلك الديار 10 ربيع الأول 1340 هجري.
أصلوا إلى قضية كبرى حول التعليم الشرعي في مدينة وجدة في أواخر القرن التاسع عشر. وهنا يعني لو قلت لكم أين وجدت هذه المعطيات الخاصة بالتعليم الشرعي في مدينة وجدة في أواخر القرن التاسع عشر، وجدتها في كتاب محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس. هذا يعني ألقن نفسي الدرس الآتي، وهو أنه من أجل إعادة كتابة تاريخ مدينة وجدة يجب أن نوسع دائرة ما نقرأه. هذا الكتاب عنوانه لونسينيمون سوبيريور ميزيلمون، صاحبه هو جورج ديلفان، هذا مستشرق فرنسي توفي سنة 1920، والكتاب صدر الكتاب صدر سنة 1889. الإنسان قيحل فمه، ماذا وجدت في هذا الكتاب؟ وجود كرسيين للعلم في الجامع الكبير في أواخر القرن التاسع عشر، لأن الكتاب طبع سنة 1889. كرسيان للعلم في الجامع الكبير وجدة، كرسي يتولاه عالم من الطبقة الأولى، وكرسي يتولاه عالم من الطبقة الثانية، والأجرة لهما من عودة العام. هذا مصطلح كنسائي. بالإضافة إلى مداخيل 4 دكاكين في السوق العمومي والقصرية بمعدل شكل الحصول زوج 20 فرنك شهريا. هذا الكتاب. ثم هذا يخرج من الجامع الكبير، فهمتي؟ كرسي للعلم في جامع سيدي عقبة يتولاه عالم يتولى الخواص أجرته 15 فرنك شهريا. وكرسي في المدرسة العلمية المارينية. إذا معنا 4، زوج في جامع كبير، واحد في سيدي عقبة وواحد في المدرسة المارينية. وما يعتبر أوجه سيداتي سادتي هو أن صاحب الكتاب يقول: طلبة العلوم الشرعية في مستغانم ووهران وتلمسان المضرومة إذا أرادوا متابعة دراساتهم العالية فلهم الخيارة إما وجدة أو القروية في مدينة فاس. بدون تغيير.